حماني. هاي حبيبي، صباح الخير. صباح الخير. ايه اللي مصحيك بدري قوي كده؟ رايح الشغل. شغل؟ شغل ايه؟ هو انت مش قافل مكتبك؟ بس الحمد لله لقيت شغل اخيرا. مش قادر اقعد في البيت اكتر من كده، انت عارفه انا مش واخد على القعده دي. بجد؟ ده خبر حلو قوي. بس يا ترى شغل ايه وفين؟ انا ومجموعه من المقاولين اصحابي عملنا شركه استثمار عقاري، يعني بيع اراضي فيلل شقق. انت عارفه ما بفهمش في حاجه تانية. طب والله فكرة حلوة جدا. ألف مبروك. بس يا ترى جبت راس المال منين؟ لا مفيش راس مال. هاخد نسبه مقابل اداره لحد ما اخلص مشاكلي مع البنك، وبعدين ابقى ادخل براس مال. طب وماله يا حبيبي، ألف مبروك، فرحتني بجد. أهو الحركة بركة برضه، والشغل يجيب شغل. هو انا كنت عايز اكلمك في حاجه اهم الحقيقه. حاجة إيه؟ كنت عايز اعتذر لك على الطريقه اللي اتعاملت معاكي بيها الفتره اللي فاتت. عن إيه؟ مش فاهم. يعني اني رفضت انك تشتغلي وقعدتك في البيت بالعافيه. سامحيني. غريبة قوي. طب وإيه اللي خلاك تغير رأيك دلوقتي؟ لما حصل لي مشاكل وقعدت في البيت وشفت ازاي انت كنت بتشتغلي ليل ونهار عشان تكفي مصاريفنا، كسفت. حسيت اني ظلمتك، ان انا منعتك من الشغل طالما مش مقصره مع البيت. يا سلام، وكان لازم يعني يحصل مصيبة كبيرة قوي كده عشان توافق على شغلي؟ معلش، انت عارفه ان انا دماغي ناشفه حبتين يعني. اتكل على الله. يومك جميل. ميرسي يا حبيبي، مع السلامة. يلا يا ولاد اتأخرنا على المدرسة.